السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقول ازاي اتذكرت الصلاة على الأنبياء في العهد القديم وازاي كمان اتحرفت. يعني لما تسمع نبي تقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، دي مذكورة، مأمورين اليهود في كتبهم ان هم لما يسمعوا اسم النبي يصلوا عليه. أي نبي، سواء يوسف أو يعقوب أو المسيح المنتظر، أي نبي يقول لك عليه الصلاة والسلام. لكن حرفوها. ليه حرفوها؟ تعال نعرف ونقول. كلمة سلاح اتذكرت في المزامير 74 مرة في 71 مزمور، في 71 مرة في المزامير في 38 مزمور، وثلاث مرات في سفر النبي حبقوق عليه السلام. زي ما أنا بقول كده، النبي يذكر معه عليه السلام. كلمة صلاة يعني صلاة، أمر بالصلاة، أمر بالتدبر والتفاعل مع النصوص اللي جاية من عند ربنا. زي ما احنا عندنا في القرآن بيقول لك لو سمعت آيات وعيد وتهديد فتقول سلم يا رب سلم، اللهم أجرنا من النار، ويا رب يا غفار يا رحيم. ولما تسمع آيات فيها تبشير الجنة والأنهار والجنات يا رب زدنا من فضلك، فبتتفاعل. فبيقول لك هنا صلي. ولما تسمع ذكر اسم نبي من الأنبياء فلازم تقول عليه الصلاة والسلام. زي في العهد القديم بالظبط. تعال نقول أمثلة من الأسفار أو من النصوص اللي اتذكرت في موقع الرسمي للدكتور غالي على الإنترنت. النصوص دي موجودة. فبيقول لك إيه مثلا؟ لما تسمع تقول يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى إله يعقوب، نقطة، ويقول لك سلاه، لا هي نقطة وصلي. يعني إيه؟ واسمع إله يعقوب عليه السلام، أو ببركة يعقوب عليه السلام. يجي يقول لك في نص تاني غفرت إثم شعبك سترت كل خطيتهم، صلي يا غفار يا تواب، نحمدك على غفرانك، نتقرب لرحمتك. هي دي اسمها الأمر بالصلاة. طيب لو اتذكر اسم نبي زي لوط ويوسف ويعقوب، كل دول فتقف وتقول عليه الصلاة والسلام. زي السفر بتاع النبي حبقوق لما ذكر النبي الخاتم اللي جاي من جبال فاران من مكة، فيجي يقول لك ايه؟ يجيء الرب من تيمان، والقدوس من جبل فاران. القدوس اللي هو المسيا المنتظر، الملك المظفر اللي هيخلص الارض من الشرك. مين هو؟ النبي الخاتم اللي جاي من مكة. ده اللي اليهود كانوا منتظرونه. فاقف يا يهودي صلاة او صلي، فيقول لك عليه الصلاة والسلام. عرفت ليه مش عايز يقول لك معنى كلمة صلاة اللي هي امر بالصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.